انه مسؤول المخابرات الفلسطينيه ماجد فرج لما زار بيروت من اسبوع على القد حمل طلبين غريبين. الطلب الاول قدم شكوى رسميه للحكومه اللبنانيه من تدخل احد المسؤولين الحكوميين اللبنانيين على خط الصراعات الفلسطينيه. احد المسؤولين الحكوميين إيه وزير ولا رئيس حكومه لا ولا لا رئيس لجنه الحوار معروفه. رئيس لجنه الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن المعين من قبل رئيس الحكومه. وكان في شكوى رسميه انه انتبهوا ما تفوتوا على هذا الخط، هذا خط هو فالق زلزالي باي لحظه بينفجر. الطلب الثاني المريب يلي كذلك الامر كشف اساس انه نقلوا مسؤول المخابرات، تمنى على السلطات اللبنانيه اذا بتقدر تضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. ويبدو انحكى عن النعمه وقوسية وعن التمويل يلي عم بفوت على المخيمات، الشيء اللي اكيد الدوله اللبنانيه بعز ايامها ما فيها تعمله. بس تقول انه هالطلبين المريبين بهذا التوقيت قبل اسبوع من الانفجار بس بنحطوا بسياق علامه استفهام، رغم تاكيد الاجهزه اليوم المعنيه انه لا، اللي صار هو حادث فردي هو اشكال محدود. بس انا ما في الا تطرح علامه استفهام بهالسياق مع هالطلبين الغريبين. استاذ حسين ايوب، من هالمنطلق قال الرئيس مئات اليوم تحدث عن توقيت مشبوه في ظرف اقليمي ودولي راهن. ايه، انا بتقديري انه موضوع التوقيت هو الاساس. يعني التوقيت اذا بدنا نسميه مشبوه هو توصيف دقيق 100%. ليش؟ لانه وصل ماجد فرج مثل الليله على بيروت وقعد 48 ساعه ببيروت، يعني غادر هو الثلاثه وترك نائبه موجود ببيروت، وبعتقد بعده لهلا موجود ببيروت. راح من بيروت على اسطنبول، باسطنبول شارك بلقاء محمود عباس مع اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركه حماس، ومن هناك انتقل مع ابو مازن الى لقاء قاده الفصائل الفلسطينيه اللي صار اليوم بالقاهره. هذا بالشكل. بعد ايام من مغادره ماجد فرج وبقاء مندوبه ونائبه ببيروت بصير يلي صار بعين الحلوه. هلا برجع بعمل استدراك قبل شوي ربطا بانه هل كان هذا الشيء اللي صار كان في تقديرات انه ممكن يصير. هلا بحكي عنه هذا الموضوع بعد شوي اذا ضل معنا وقت. اللافت بزيارته لماجد فرج يعني بيكملوا الشيء اللي عم بيقوله زميلنا. اول شغله هي وهذا ببين انه الزياره امريكيه اسرائيليه. ليش؟ لانه بظل المناخ اللي عم بيصير بالضفه واللي عم ترجع تعيد مش بس الضفه، عم تعيد القضيه الفلسطينيه الى صداره الاهتمام الدولي، خصوصا بعد اللي صار بجنين وزيارات المفادين الامريكيين يعني ضغط الحكومه الاسرائيليه نحو توسيع المستوطنات وقدم الضفه وانهاء فكره الدولتين. في ضغط دولي لاعاده احياء فكره الدولتين. بهذا المناخ هو ذاته بيجي هذا ماجد فرج مسؤول المخابرات الفلسطينيه يطلب امرين. الاول هو انه بدنا من الحكومه اللبنانيه والسلطات الامنيه اللبنانيه تشدد رقبتها على المخيمات والقواعد العسكريه الفلسطينيه في لبنان من اجل منع نقل خبرات ومقاتلين وصواريخ الى الضفه الغربيه حصرا، لانه بين المزدوجين عم بتمس بالامن القومي الفلسطيني، يعني عم بتمس بالمصالح الاسرائيليه. نعم. طلب اسرائيلي مغلف باعتبارات. النقطه الثانيه وهذا كمان سمعوا له قيادات فلسطينيه موجوده بصيدا من نائب مدير المخابرات حول موضوع درس فكره نزع السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارج المخيمات. اذا بتحط هو اثنين مع بعضهم بتقول انه لا، فعلا في توقيت مشبوه بين ما حصل في المخيم اليوم وما يمكن ان يحصل في هذا المخيم وفي مخيمات فلسطينيه اخرى. هي هذا التوقيت المشبوه بالتوقيت بالمضمون هي رساله او شو يعني ممكن كان توصيفها؟ اذا كان المناخ الفلسطيني اللبناني رافض لهذه الرساله، هذا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار. ما تنسى شغله كمان، يعني كمان في فكره الصراع الفلسطيني. العمروشي هو من المحسوبين على السفير الفلسطيني في بيروت. الزلمه تسكرت كل الطرق اللي ممكن تاخده على المحل اللي راح عليه وبقي له منفذ واحد حتى يروح عليه. يعني كان في كمين مدبر، مش حادث يعني فردي او انه قصه صارت بالصدفه، لا، استدرج الى مكان انه يوصل له ويكونوا ناطرينه وبالتالي يتم تصفيته. هل هذا بينصرف ضمن خانه صراع فلسطيني وهو صراع بجزء منه حول خيارات، مش بس صراع داخل منظمه التحرير او داخل تنظيم من هون او من هناك. النقطه الثانيه
عم بقول انه انت عمليا من خلال هذا التفلت عم ترجع تحط سلاح الفلسطيني بلبنان بالواجهه، وهذا بيخدم اجندات خارجيه واقليميه واسرائيليه وربما بعض الاجندات المحليه. عم بقول هودي كلياتهم لازم ناخذهم بعين الاعتبار.